جهز أعصابك، اللي هتشوفه دلوقتي هيلف دماغك رسمي. عمرك سمعت إن فرح كامل ممكن يبوظ ويتلغي عشان أستك مش في مكانه؟ ولا شفت ناس بتعالج جلدها وهي نازلة في طين طالع من البركان؟ النهاردة هتكتشف معايا أضخم عربيات النقل في العالم اللي العجلة بتاعتها أكبر منك ومني، وهتشوف بعينك ليه الهنود بيعبدوا آلة حرق الأموات ويعتبروها إله. الحقيقة أغرب من الخيال. يلا بينا نشوف المشاهد اللي هتخليك تقول إزاي ده بيحصل. بس قبل ما نبدأ في سؤال هيجنني، يا ترى ممكن تنزل في بركة طين طالع من تحت الأرض عشان تعالج جلدك ولا تخاف تتزحلق؟ سيبك بقى من الطين وتعالى بقى نبدأ بأول حاجة، وهي طقوس الأفراح. تعال بقى النهاردة أوريك حاجة غريبة بيعملوها اليهود في يوم الفرح، ولو مخلصش الفرح كله يتلغي. أيوة زي ما انت شايف، العروسة بتلبس استك في رجلها، والعروسة بتستنى بقى اللحظة المنتظرة، يقوم العريس نازل بكل شياكة كده ومطلع الاستك ده من رجليها زي ما انت شايف. الحركة دي يا معلم اسمها طقس كسر رباط العروسة. لو ما حصلتش الحركة دي بالذات الفرح ما يبقاش فرح رسمي. تخيل بقى، التقليد ده بيرمز لتحرير العروسة من حياة العزوبية عشان تبدأ حياة جديدة. وده بيورينا قد ايه في عادات غريبة، بس الغرابة مش بس في الأفراح. تعال نشوف حاجة أغرب لعلاج الجلد، الغطس في بركان. عمرك بقى جربت الحمام ده قبل كده؟ ودي من أغرب الحاجات اللي موجودة في أوروبا، واللي بيقولك إن هي بتعالج الجلد. أيوة يا سيدي، الحمام اللي قدامك ده عبارة عن بركة من الطين، ومش أي طين، ده طين طالع من تحت الأرض وبيسموه بالطين البركاني، والناس بتنزل جواه زي ما انت شايف، وبيقولك إن هو بيعالج الأمراض الجلدية. وبتنزل الرجالة والستات مع بعض بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. من أغرب الحمامات العلاجية. نروح نشوف حاجة ضخمة جدا، أضخم عربيات ممكن تشوفها في حياتك. تعال بقى النهاردة أوريك أكبر عربيات النقل اللي موجودة في العالم، واللي هتصدمك حرفياً. لو انت واقف جنبها مش هتبان. أيوة زي ما انت شايف، العربية اللي قدامك دي وزنها بيتخطى 20 طن. انت متخيل؟ والعجلة بتاعتها كبيرة جدا. العربيات دي يا صاحبي بيستخدموها في المحاجر علشان بتشيل حجارة وبتشيل أوزان تقيلة زي ما انت شايف كده. بعد ما شفنا العملاق اللي بيمشي على الأرض، جه الوقت نشوف حاجة تانية ضخمة، بس المرة دي في العقول. جهز نفسك علشان تشوف ناس بتقدس الحديد في الهند. عمرك بقى شفت ناس بتعمل طقوس لآلة؟ مش عايزك تستغرب، الهند بلد العجايب. الناس في الهند عاملين آلة أو محرقة زي ما انت شايف. أي حد بيموت عندهم بيحطوه جوه الآلة اللي انت شايفها قدامك دي، وبيولعوا فيه أو في المحرقة، يعني بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. والناس بتسميه بإله الموت، وبتروح تعمل له حاجات غريبة جدا بالطريقة اللي انت شايفها قدامك. فربنا يرحمنا بصراحة. من الطقوس الغريبة نختم بحاجة تانية مدهشة، بس المرة دي في عالم الطيران والتكنولوجيا العالية. تعال بقى نختم جولتنا دي بحاجة مدهشة في عالم الطيران، ومن إنتاج شركة صينية. الطيارة اللي هتشوفها دلوقتي دي كأنها خارجة من فيلم خيال علمي. الموتور بتاعها بيلف 360 درجة كاملة زي ما انت شايف. يعني الطيارة دي يا صاحبي تقدر تعمل مناورات مجنونة وتطير وتتحرك وهي واقفة مكانها زي الهليكوبتر بالظبط. دي طبعا تكنولوجيا جامدة جدا هتغير شكل الطيران في المستقبل. استنى ثانية واحدة، أنا كده نسيت أوريك المشهد الأهم، المشهد بتاع مكنة الحقن اللي بتصنع كل حاجة بلاستيك. تعال بسرعة نشوف المكنة دي بتعمل إيه بالظبط. تعال بقى النهاردة أوريك المكن اللي بيعمل لك كل حاجة مصنوعة من البلاستيك، لو كان كوباية أو جردل أو علبة كمان. أيوة زي ما انت شايف، المكنة دي بيسموها مكنة الحقن، وهي عبارة عن مكن بتركب فيه قوالب أو اسطمبات. كل قالب بيكون بالشكل اللي انت محتاجه بالظبط، وبعد كده المكنة دي بتحقن لك البلاستيك السائل وبيطلع لك الشكل النهائي زي ما انت شايف كده. خلاص يا معلم، لحد هنا تبقى رحلتنا في عالم الغرايب والعجايب خلصت. شفنا حاجات عمرنا ما كنا نتخيل إنها بجد، من طقوس جواز غريبة لطين بركاني بيعالج، ومرورا بأضخم عربيات في الكون وأغرب طقوس دينية. بس الأكيد إن العالم لسه فيه أسرار كتير مستخبية. بصراحة كده قول لنا في التعليقات إيه أكتر لقطة في كل الفيديوهات دي خلتك تقول أنا مصدوم. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده، وتستنى الجديد، لسه المفاجآت جاية.
سلام.